السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. أهلا بيكم. عاملين إيه يا أولاد؟ ترم سعيد إن شاء الله. عقبال كده يا رب ما تخرجوا من سنة تالتة فرحانين وفرحين. أولا ألف مبروك نجاحكم في الترم الأول، واللي جاب درجة مش قد كده شد حيلك في الترم التاني، واعتبر إن الترم ده ترم تجريبي لسنة تالتة، لأن الترم ده أتقل بكتير من الترم اللي فات. شد حيلك كده وفوق معايا. الترم ده احنا هنتكلم عن مصر والفتح الإسلامي لها، وكل حاجة هتدور بالنسبة لنا في مصر، عكس الترم اللي فات اللي كان متوسع قوي وبيتكلم عن شبه الجزيرة العربية، وبعد كده اتكلمنا عن حضارات، اتكلمنا عن العراق والفتح بتاعها، واتكلمنا عن الشام والفتح بتاعها. احنا النهاردة كلامنا هيكون محدد: الفتح الإسلامي لمصر. الكلام ده هيتم في عهد مين من الخلفاء الراشدين؟ أقول لك هيتم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، بعد موقعة أو بعد مؤتمر الجابية. طيب معلش يا مستر اديني كده هنت سريع، فكرني هو ايه اللي حصل الترم اللي فات، عشان معلش والله انا راجع من الاجازه اصلا مش فاكر اسمي، انا مش فاكر انا مين. بص يا سيدي، في الترم اللي فات فتوحات بلاد الشام كادت أن تكتمل، وحاصر سيدنا عمرو بن العاص بيت المقدس، ودخله سيدنا عمر بن الخطاب سلما بعد ما القس صفرنيوس قال له أنا هستسلم ليك. بعدها طلع بعد فتح بيت المقدس، طلعوا وعملوا مؤتمر اسمه مؤتمر الجابية. في مؤتمر الجابية سيدنا عمرو بن العاص وقف يقول للخليفة: إنا نفتح مصر سوف تكون لنا زخرا، يعني مصر هتكون لنا غنى اقتصادي. فالخليفة كان متردد في بادئ الأمر إنه يفتح مصر، خصوصا إنها أكبر مركز لتجمع الرومان في شمال أفريقيا، وهي المركز لإدارة حكم الرومان في أفريقيا عموما، وهي بوابة أفريقيا الشرقية والشمالية الشرقية. كل ده كان في نفس سيدنا عمر بن الخطاب وجس وخيفة منه، لكن سيدنا عمرو بن العاص طمنه إنه هو هيقدر بإذن الله وبمشيئته إنه يستطيع أن يفتح مصر. فوافق سيدنا عمر بن الخطاب ليتحرك سيدنا عمرو بن العاص على رأس 4000 من الجند عشان يوصل إلى مدينة العريش. بس قبل ما نخش على الفتح، عايز أنا وإنت نبص كده بصة على أهمية مصر بالنسبة للرومان وروما، وأحوال مصر قبل الفتح الإسلامي. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. إن هذه البلد هي بلد الأمن والأمان، بلد السخاء والرخاء، كرمها الرحمن في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، فلن تهون، والله لن تهون. مصر دائما قرة أعين الناس وقرة أعين أهلها، ولكن جار الزمن عليها قليلا أيام الرومان. كان الرومان على مذهب والمصريين على مذهب، وقبليها كان المصريين مسيحيين والرومان وثنيين، فتعرض المصريين للاضطهادات الدينية والاضطهادات الجسدية وكل ما انت عايز تقوله قوله فيما حدث ما بين المصريين وما بين الرومان. ولكن على الرغم من ذلك كله، فكانت مصر هي سلة غلال روما. كانت تسمى مصر بإيه؟ بسلة غلال الرومان، أو بسلة غلال العالم كله، بسبب أن روما كانت بتحكم في هذا الوقت ما يقرب من تلت العالم. كل دول كانت بتأكلهم مصر، فكانت مصر بالنسبة لنا ذات أهمية اقتصادية عند روما. كان الحاكم الروماني يا ولاد موجود في الاسكندريه، لان الاسكندريه اللي كانت عاصمه مصر، وهو اللي كان بيسيطر على الشؤون ايه، وخد بالك بقى منها ارجوك، لان ده بينفي مبدأ الفصل ما بين السلطات. كان عنده سلطة إدارية وسلطة مالية وسلطة قضائية. ده معناه إن هو ما عندوش مبدأ إيه؟ الفصل ما بين السلطات. في الوقت ده كان اللي بيحكم مصر اسمه المقوقس. والشعب المصري عانى في فترة الرومان من فرض الضرائب ومن الاضطهادات الدينية ومن التعذيب، وفقدوا حريتهم على التعبير
لدرجة إن القس والقديس بنيامين بطريرك الأسكندرية، الراجل ده هرب لمصر، هرب من الأسكندرية عشان يدخل ويتعبد في الصحراء عشان يعمل ما يسمى بالرهبنة الديرية، هروبا من بطش الرومان، ويبتعد لمدة 13 عام عن الأسكندرية وعن الكنيسة الخاصة به. طيب ده كده كان حال مصر أيام حكم الرومان. يا مستر، دلوقتي أنا يعني الخليفة المسلم أو خليفة سيدنا عمر بن الخطاب لما هيؤمر بفتح مصر أهميتها بالنسبة له هتبقى إيه؟ يا راجل يعني الكلام اللي أنا قلته ده ما كانش معاك بحاجة؟ يعني ما ينفعش تقول لي أهميتها الاقتصادية بالنسبة للخلافة الإسلامية، ما ينفعش تقول لي زخرا، ما ينفعش تقول لي الأهم من كل ده إن هي إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. تعال نبص كده مع بعض على الأهميات. عندي أهمية دينية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستشرفا لفتح مصر وقال ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط اللي هي مصر. طيب العامل الحربي كان أسباب دفاعية، وبدل السبب يا حبيبي 2. وتعالى يا بابا نبص على الخريطة. انت بتتكلم دلوقتي في عصر الخلفاء الراشدين، يعني المكان اللي بيحكموا منه هو المدينة المنورة، صح؟ صح. طب انت كمان كنت بتتكلم عن ان انت لسه فاتح الشام، صح؟ صح. يبقى انا دلوقتي عندي مكانين مهددين بوجود مصر. الرومان ممكن يرجعوا ياخدوا مرة تانية، بياخدوا الشام ويضربوني من خلال مصر، ادي اول نقطة. النقطة التانية، لو ركبوا شوية مراكب وعدوا الناحية التانية بقوا في المدينة المنورة مقر حكم الدولة. هو ده ينفع والنبي؟ يبقى العامل الحربي لتأمين 2، تأمين فتوحات الشام وتأمين المدينة المنورة. يبقى ده عامل حربي لتأمين ايه؟ لتأمين الدولة الإسلامية، وده سبب من أسباب فتح مصر. ثالث عامل وهو العامل التاريخي. مصر كان لها صلة وعلاقة وطيدة بالدول بالعرب عموما حتى ما قبل الإسلام، والدليل على ذلك تجارة سيدنا عمرو بن العاص في مصر. خد بالك، هو سيدنا عمر بن الخطاب لما اختار عمرو بن العاص هو اللي يبقى على رأس الجيوش اللي هتدخل مصر. اشمعنى؟ محبة فيه يعني؟ خد بالك، هم بيحبوا كل حاجة زي الفل بالك، بس عامل الخبرة الحربية يفرق. الراجل ده زار مصر بدل المرة 2 و3 و4 تجارة فيها. يبقى سيدنا عمرو بن العاص عارف الطرق في مصر، يبقى لو راح مش هتبقى غريبة عنه، مش هيتوه. هتعرف ده منين وعرفت ده الكلام ده ازاي يا مستر؟ هقول لك في الخطة اللي هيحطها في فتح مصر. تعالى معايا. بعد مؤتمر الجابية قرر سيدنا عمر بن الخطاب إرسال سيدنا عمرو بن العاص لفتح مصر، واتفقنا إنه هيكون على رأس 4000 من المسلمين. وصل سيدنا عمرو بن العاص إلى العريش في أوائل عام 20 هجرية، وهي العريش المصرية. وطأت أقدامه إليها، ما لقاش فيها أي قتال. بعد كده تقدم إلى الفرمة اللي هي دلوقتي بورسعيد، كان فيها حامية عسكرية حاصرهم لمدة شهر واستطاع أن يدخلها، يعني برضو مش وقت طويل. بص بقى معايا والذكاء يا عم الحاج. سيدنا عمرو بن العاص، اتفقت أنا وأنتم إن هو جاي من الشام، صح؟ وصل إلى العريش، بعد كده دخل إلى الفرمة اللي هي بورسعيد، صح؟ حلو. الأدعى إن هو يروح على الحصن على طول اللي اسمه بابليون، الحصن اللي هو مقر الحكم الروماني في مصر، صح؟ وبعد كده يطلع على الاسكندرية اللي هي عاصمة الرومان في مصر. مش ده الصح؟ يعني ده كده خط الطريق الصح، بس مش ده اللي حصل. قال لا، ليه يا مستر؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ هرسمه لك بالازرق لان هو ده الصح. بعد ما وصل سيدنا عمرو بن العاص الى الفرمة، خد بالك سيدنا عمر بن الخطاب قلت لك هو بعته عشان زار مصر، الراجل ده عارف الطرق. ما راحش من الطريق ده ليه؟ لان ده طريق ممهد عارفه الرومان،
فتخيل كده حضرتك داخل تضرب واحد في شارعه، هيحصل فيك ايه؟ هتاكل على وشك، صح؟ طب حلو. طب تجيبوا شرعك ازاي؟ الطشه بالقلم زي ما عملت هنا في الفارما، وانزل الصحراء. اعمل ايه؟ انزل الصحراء. هم العرب جايين منين؟ ايه دي قدامك؟ شبه الجزيرة العربية. يعني شبه الجزيرة العربية دي عبارة عن ايه؟ صحراء، صح؟ يعني قتالهم سهل فين؟ في الصحراء. فنزل إلى مدينة بلبيس في الشرقية. حلو كده؟ من طريق صحراء لسببين. السبب الأول عشان يبعد عن مين؟ عشان يبعد عن طريق الرومان. السبب الثاني لخبرتهم في الصحراء. وصل إلى بلبيس، وهناك سيقابل الأرطبون اللي جاي لي من الترم الأول. فاكرين مين الأرطبون؟ لو فاكرين مين الأرطبون ده اكتب في الكومنتات، ولو مش فاكر ابعت لي على المنصة وهتشوف الفيديو بتاع شرح الأرطبون والجزء الخاص بيه من الترم الأول. الأرطبون اللي هرب، ومش هكمل أكتر من كده عشان ما تبقوش عارفينها. الأرطبون يتواجه مع مين؟ يتواجه مع عمرو بن العاص، ولكن عمرو بن العاص يستطيع أن ينتصر عليه في بلبيس، فالراجل يجري وبسرعة يروح يتحصن بحصن بابليون، وبالتحديد هيعدي على أم دينين. خد بالك الخريطة دي أنا مش عايزها دلوقتي، هرجع لها في فتح حصن بابليون. أم دينين دلوقتي يا أولاد لو حد فيكم عارف وسط البلد، هي ناحية الأزبكية كده، اللي بيسموها دلوقتي، أو الحتة دي بيسموها دلوقتي جراش الأوبرا. الحتة دي هي دي اسمها الأزبكية، أو كان اسمها إيه؟ أم دينين. وصل عمرو بن العاص لهذه المنطقة واستطاع أن يستولي عليها ودخلها حتى وصل إلى حصن بابليون. بص بقى، في حصن بابليون في عام 20 هجريا وصل عمرو بن العاص إلى الحصن وحاصره. هي بابليون عندي بتتكون من كام حرف؟ ما تجاوب يا ابني انت وهو. بتتكون من كام حرف؟ من 7 حروف. 1 2 3 4 5 6 7. بابليون. يبقى أنا حاصرته كام شهر؟ 7 شهور. يبقى تم حصار حصن بابليون 7 أشهر. حلو كده، من قبل المسلمين. وفي الوقت ده اضطر المقوقس للدخول في مفاوضات مع المسلمين عشان يحاول يخفف وطأة ايه؟ يخفف وطأة الحصار، يفك الحصار، يحاول يعمل اي لقطة كده. فبعت له سيدنا عمرو بن العاص شخصية من الصحابة، هو عبادة ابن الصامت. ولكن المقوقس اتخض من شكله. هو أسمر اللون، ضخم الجثة، يعني حاجة كده ضخمة ولونه أسمر. فالمقوقس رفض ان هو ايه؟ ان هو يتفاوض معاه عشان يرد الصحابة اللي موجودين معاه ويقولوا ان هذا الاسود افضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، واننا نرجع جميعا الى قوله ورأيه، وقد امره الامير دوننا بما امره به. يعني يا تتفاوض معاه يا مفيش تفاوض، كلنا متفقين عليه. فاضطر المقوقس للتفاوض، وبالفعل يوصلوا الى صلح، ولكن الحلو ما يكملش. هرقل لما بعت، طبعا ما هي مصر رومانيه فتبعها هرقل. المقوقس بعت له قال له انا هعمل اتفاق مع المسلمين. هرقل شتمه وقال له انت ما عرفتش تدافع عن مصر وما عرفتش تحميها من المسلمين، ورفض هرقل الصلح. فهنا اشتد المسلمين أكتر وأكتر في الحصار عشان يبعت سيدنا عمرو بن العاص إلى سيدنا عمر بن الخطاب عشان يبعت له مدد. فسيدنا عمر بن الخطاب هيرد عليه ويقول له إيه؟ إني مرسل لك 4000 جندي، على رأس كل 1000 منهم رجل ب1000 جندي، وأشهر واحد فيهم عندي هيكون سيدنا الزبير بن العوام. خد بالك أنا عندي دلوقتي منين؟ عندي ده الخط الأولاني ده هو طريق المسلمين في الفتح، والخط الثاني هو خط الإمداد. ده الطريق ده بتاع سيدنا عمرو بن العاص، والطريق ده بتاع المدد اللي بعته سيدنا عمر بن الخطاب. والاتنين بعد ما يتحدوا
في بابليون هيكملوا طريقهم إلى الأسكندرية. بعد وصول المدد كان على رأس هذا المدد سيدنا الزبير بن العوام، فبيقول لسيدنا عمرو بن العاص حصاركم 7 شهور كتير للحصن، ايه رأيك لو نخلص الموضوع ده على طول؟ فطبعا اكيد اتفضل ورينا هتعمل ايه. سيدنا الزبير بن العوام قال لهم المؤذن لما بيأذن بتعملوا ايه؟ قالوا بنردد وراءه. قال لهم حلو، ال8000 جندي اللي واقفين لما تسمعوا الاذان رددوا وراءه بس، انا مش عايز منكم اكتر من كده. حلو، وبالفعل هو ده اللي حصل. بص معايا على الحصن اهو، وده حصن ضخم جدا بالمناسبه يا اولاد. اللي راح فينكم مصر القديمه او كنيسه ماري جرجس او الكنيسه المعلقه او مصر القديمه اكيد شافه، ضخم جدا. فطلع فوق الحصن هنا وبدأ يأذن الله أكبر الله أكبر، كل ال8000 وراه بيقولوا الله أكبر الله أكبر. وهنا كل الرومان اللي موجودين جوه الحصن قال لك المسلمين دخلوا الحصن وبدأوا يجروا. حلو كده. سيدنا الزبير بن العوام نزل السلم من الناحية التانية ودخل فتح لهم. اتفضلوا يا جماعة، واقفين بره ليه؟ 7 شهور واقفين بره؟ ما أنا عديت الناحية التانية ومفيش حاجة. تأخرين علينا ليه يا أستاذ؟ اتفضلوا. وكده تم فتح حصن بابليون بالذكاء والخطة، وبالتالي يفتح حصن بابليون أقوى الحصون الرومانية في مصر. يتقدم المسلمين لحد العاصمة بقى عشان نتم الفتح تماما وناخد مصر. هي يتقدموا ناحية الأسكندرية وبالفعل يحاصروها، بس المرة دي هتطول معانا شوية 14 شهرا. ليه يا مستر طول قوي كده؟ اقول لك بسبب امدادات الامبراطوريه الرومانيه للاسكندريه. ما الاسكندريه عاصمه ساحليه فبيبعتوا لها الامدادات من البحر، عشان كده طولت. ولكن في النهايه استطاع المسلمين ان يدخلوا الى الاسكندريه في 21 هجريه. في 21 هجريا وبعد دخول المسلمين يعقد صلح هيسمى صلح الاسكندريه ما بين المسلمين وما بين الرومان. صلح الاسكندريه مدته قد ايه؟ مدته 11 شهر بيخرج فيهم الرومان من الاسكندريه وما يفكروش يرجعوا تاني. في ناس قالت لك لا احنا مش هنخرج من اسكندريه، اصلا انا عايز اتمشى شويه كده واروح احج في بيت المقدس قبل ما اروح. حلو، دول المسيحيين هيحج في بيت المقدس قبل ما يروح، فده قرر ان هو ياخد الطريق البري ده، هياخد معاه حوالي 12 شهر. حلو قوي يا عم الحاج، اذا كنت هتقعد 12 شهر في شهر هتدفع عنه جزيه. تمام كده؟ يبقى مدة الصلح هي 11 شهرا، وإذا امتد الشخص أو حب إن هو يخرج بري هيدفع جزية عن الشهر الزيادة اللي هو موجوده في مصر. يتم ترحيل الحامية الرومانية في البحر المتوسط ويحمل الجنود معها مع بقاء 150 جندي روماني للتأكيد على تنفيذ الاتفاقية. ألا يعود الرومان لمصر مرة أخرى ولا يحاولوا استردادها. خد بالك بقى من البند اللي جاي ده عشان مهم. مين أكتر فئة المسلمين ما بيحبوهاش وعلى خلاف دائم معاها؟ مين يا حبيب قلب أخوك؟ بالظبط اليهود. الرومان كانوا عارفين النقطة دي وشافوها لما سيدنا عمر بن الخطاب دخل بيت المقدس وطرد منه اليهود. قال لك بس حلو قوي كده، احنا نحط بند بقى في الاتفاقية اسمه بقاء اليهود في الاسكندرية، ويا رب المسلمين يرفضوا عشان نحاربهم تاني. ولكن المسلمين قبلوا بهذا البند. بعد إتمام فتح مصر أصدر عمرو بن العاص بيانا سيسمى فيما بعد ببيان الأمن وبيان التأمين. إيه هو البيان ده؟ البيان ده كان موجه لعامة الشعب المصري، بيقول لهم فيه يا مصريين ما تخافوش، إحنا هنا بنأمنكم على عقائدكم الدينية وعلى أعراضكم، وهنلغي كل الضرائب البشعة اللي كان بيعملها الرومان. وتعهد إلى البطريرك بنيامين اللي احنا لو قلنا كان هربان من الرومان لمدة 13 سنة انه يرجع مرة اخرى الى الاسكندرية ولا يتعرض الى الاضطهادات، وحطه تاني على رأس الكنيسة في الاسكندرية. ده يدل على التسامح الديني في مصر وعند المسلمين. ادرك المصريين بعد الفتح الاسلامي لمصر سماحة المسلمين، في منهم اللي دخل الإسلام وفي منهم اللي بقى على دينه بس بيدفع الجزية بدون أي خلاف على المسلمين ووجودهم في مصر.
عندي شهادات من المؤرخين في حق المسلمين، هو حتى وإن كانوا غير مسلمين. أشهر هؤلاء حنا النقيوسي اللي كان بيقول إن سيدنا عمرو بن العاص لم يضع يده على شيء من ملك الكنيسة ولم يرتكب من النهب والغضب، بل حفظ الكنائس وحماها إلى آخر حياته. واللي بلغنا برضو من القس بنيامين لما رجع مرة أخرى وبقى على رأس الكنيسة بعد ما كان هربان من اضطهادات الرومان. كل دي شهادات في حق المسلمين بتسامحهم مع الديانات الأخرى. بعد إتمام الفتح الإسلامي لمصر عام 21 انتقلت ولاية مصر من الرومان إلى العرب أو إلى المسلمين. هنا بتدخل مصر عصر جديد اسمه عصر الولاة. عصر الولاة هيكون في عهد الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية والدولة العباسية. يبقى مصر بعد الفتح الإسلامي دخلت عصر اسمه عصر إيه؟ الولاة. أهم الولاة دول في عصر الخلفاء الراشدين 5 هم، وأهم واحد عندنا فيهم هو سيدنا عمرو بن العاص. ليه أهم واحد؟ لأنه هو ده اللي قام بأهم الأعمال. تعال نبص على سيدنا عمرو بن العاص في مصر عمل إيه؟ يبقى أهم هؤلاء هو سيدنا عمرو بن العاص. تعال نشوف سيدنا عمرو بن العاص عمل إيه. ومصر الأول كانت بتتقسم إزاي؟ إداريا وسياسيا وكله. مصر في بداية الأمر كانت ولاية تابعة للدولة الرومانية ومقسمة إلى مصر العليا ومصر السفلى، وكان كل منهم مقسم إلى أقاليم بلغت 80 إقليم، وكل إقليم مقسم بدوره إلى قرى ونواحي، وكانت كل الأقاليم تحت سيطرة الوالي فقط. احنا كنا لسه بنقول إن مفيش مبدأ للفصل ما بين السلطات في عهد الدولة الرومانية. وولاة مصر في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين والعرب معظمهم كان بيتولى الوظائف الكبرى تحت إيد الوالي من العرب، وبعديها هيبقى الفرس بالمناسبة. ولت مصر في عصر الخلفاء الراشدين 5 أهمهم سيدنا عمرو بن العاص. الراجل ده عمل ايه؟ بنى مدينة الفسطاط. ومعلش يا مستر يعني ايه فسطاط؟ هقول لك الخيمة اللي بيقعد جواها الجندي اسمها فسطاطة. طيب فسطاطة وفسطاطة 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 دول جمعهم ايه؟ فسطاط. المكان اللي كان محاصر فيه حصن بابليون قال لك هو ده اللي هيبقى العاصمة الجديدة لمصر وهنسميه الفسطاط، ومركزها جامع عمرو بن العاص بنفسه اللي هو هيبنيه. تعال نبص على جامع عمرو بن العاص. هو أول مسجد في قارة أفريقيا لتعليم العلوم الدينية في الإسلام، ويسمى بتاج الجوامع. بني في وسط المدينة بتاعة الفسطاط، ما كانش للعبادة فقط. فوضح المؤرخين في شهاداتهم زي ناصر خسرو إن جامع عمرو بن العاص كان بيرد إليه الطلبة من جميع أنحاء المدينة والناس، وكانوا بيفدوا إليه في الصباح وفي العشاء، مش بس عشان يصلوا، لا عشان يجتمعوا ويتحدثوا في أمور العلم والدين والدنيا، بل إنه كان مدرسة وما يشبه الجامعة. مش كده وبس، عمرو بن العاص كمان حفر خليج أمير المؤمنين اللي هو قديما كان خليج طرجان. يا مستر الأسماء دي هو يا حبيبي قناة سيزو ستريس اللي انت درستها السنة اللي فاتت. قناة سيزو ستريس اللي كانت بتربط ما بين البحر الأحمر وما بين نهر النيل اللي بناها سنوسرت الثالث. فاكرها يا حبيبي؟ هي خليج طرجان اللي قعد حفره الامبراطور طرجان في القرن الأول الميلادي. هي قناة خليج أمير المؤمنين اللي هيعيد حفرها سيدنا عمرو بن العاص لربط المدينة بتاعته الجديدة اللي هي الفسطاط بالمدينة النبوية لسرعة الإمداد واقتصاديا والتجارة. طيب وضحت أهميتها إمتى اللي هي قناة خليج أمير المؤمنين؟ هقول لك في عام الرمادة لما أرسل، وطبعا أهمية مصر بالتبعية، يعني مصر كانت أهميتها إيه بالنسبة للخلافة، وخليج أمير المؤمنين برضو كانت أهميته إيه. في عام الرمادة ده عام كان شديد البأس على المسلمين في المدينة المنورة لدرجة إن هم كانوا جعانين جدا. سيدنا عمر بن الخطاب بطنه كانت بتقرقر من الجوع. طيب بعت لسيدنا عمرو بن العاص بيقول له: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى ابن العاص سلاما، أما بعد،
فلعمري يا عمرو ما تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن معي، فيا غوثاه ثم يا غوثاه. فأرسل له سيدنا عمرو بن العاص، كتب إليه من عبد الله عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين: أما بعد، فيا لبيك ثم يا لبيك، قد بعثت لك بعيرا أولها عندك وآخرها عندي، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. يبقى تظهر أهمية مصر في الإمدادات الاستراتيجية واللوجستية والسياسية والعسكرية والاقتصادية في عام الرمادة اللي بعت إليه عمر بن الخطاب، بعت لعمرو بن العاص، وعمرو بن العاص رد عليه مباشرة. ولاة مصر في العصر الأموي هم 26، أهم واحد فيهم عندي هو الخليفة عبد العزيز ابن مروان، أو الوالي عبد العزيز ابن مروان، أخو الخليفة عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي. الراجل ده عمل القناطر على خليج أمير المؤمنين عشان يتحول خليج أمير المؤمنين من التجارة والتواصل مع المدينة النبوية إلى الزراعة وزراعة ما حوله. الراجل ده اهتم بالزراعة وعمل مقاييس على النيل، قام بتوسيع جامع عمرو بن العاص، والأهم عمل عندي العاصمة الجديدة ألا وهي مدينة حلوان. ليه يا مستر مدينة حلوان؟ لسببين: جغرافي وطبي. الجغرافي عشان هي منطقة عالية بص على مصر كلها. طب والطبي عشان الراجل ده والعياذ بالله كان مريضا بمرض يسمى الجذام، وده علاجه انه بيدفن في نوع معين من الرمل، وده كان موجود في حلوان. يبقى اختار مدينة حلوان لتكون حاضرة أو عاصمة له. أما في العصر العباسي فقد عهد الخليفة المعتصم إلى الولاة في مصر، وكانوا بالتحديد من الولاة الأتراك والفرس. وهنا وقع العباسيين في خطأ فادح، إيه هو؟ اعتمادهم الكامل على الفرس في كل إدارة شؤون بلادهم جميعا. يعني الناس دي ما كان منها إلا أن سيطرت على الدولة العباسية عشان يقوموا بدول مستقلة فيما بعد. هنشوفهم زي الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية في العصر العباسي الثاني، اللي هو كان بالنسبة لي عصر الضعف للدولة العباسية. وبالتالي قامت الدول المستقلة في مصر زي ما قلنا الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية في العصر العباسي الثاني. وإلى هنا ينتهي درسنا إلى اليوم. أتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم في حفظ الله الذي لا تضيع ودائعه، بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. وما تنسوش تتفرجوا على فيديوهات حل الواجب على المنصة.